طبعا الاشتباكات الموجودة حاليا في الخرطوم بين قوات الدعم السريع وبين الجيش أو بين حميدتي وبين البرهان، وكمان الوضع الأمني الهش الموجود في إقليم دارفور، ده أدى إلى اشتعال الأزمات وتجدد أعمال العنف في الإقليم. طب إيه يا سيدي اللي بيحصل في إقليم دارفور؟ وهل ممكن يلجأ حميدتي لمنطقته الأصلية في حالة هزيمته من الجيش في الخرطوم؟ في البداية كده يا سيدي ولازم تعرفوا إن الاشتباكات والاضطرابات الموجودة في إقليم دارفور مش وليدة اللحظة أو مش أول مرة إن هي تحصل، لا ده استمرت الاضطرابات والمواجهات في الإقليم على مدار عقدين، وده كان من أيام حكم البشير اللي بسبب عدم قدرة الجيش على المواجهة هناك، لأن هي كانت حرب عصابات، واللي كان السبب في أصلا الحرب دي هو شعور الإقليم دارفور بالتهميش. البشير شكل قوات من القبائل هناك اللي هي قوات الجنجويد، واللي انبثق منها حاليا قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي. يعني لولا اصلا البشير ولولا الحرب اللي كانت موجوده في دارفور ما كناش اصلا شفنا حميدتي ولا كنا سمعنا عنها حتى في طبق اليوم. المهم يا سيدي المواجهات والاشتباكات اللي كانت بين قوات الدعم السريع او الجنجويد وبين اقليم دارفور دي نتج عنها او سقط فيها اكثر من 300 الف شخص، ده غير النازحين اللي على دول تانية زي تشاد وافريقيا الوسطى. وتم ارتكاب جرائم حرب في الاقليم، يعني حميدتي اللي هو حاليا على كده بيدور على السلطه وهيموت عليها ده مجرم حرب. المهم يا سيدي الوضع كان في الاقليم مستقر نسبيا، لكن بعد الاشتباكات اللي حصلت بين حميدتي وبين البرهان واللي نتج عنها اكثر من 500 قتيل وفي 4500 جريح، اشتعلت الاشتباكات برضه في اقليم دارفور. واقليم دارفور يا سيدي عشان تبقى عارف مكون من 5 ولايات او 5 مناطق، مكون من غرب دارفور وشمال دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور، لكن كل مكان من دول في منطقه مهمه فيه. يعني مثلا في منطقه الجنينه دي موجوده في غرب دارفور ودي اهم منطقه، وفي نيالا في الجنوب. اشتعلت يا سيدي المواجهات والاشتباكات في الاقليم بين الميليشيات والقبائل المسلحه الموجوده في الاقليم، والاخبار بتحكي ان الميليشيات حرقت اسواق ونهبت مستشفيات، ده غير حرق المنازل وحرق مراكز اللواء الموجوده هناك في الاقليم. والاشتباكات الموجوده حاليا في الاقليم ده خلى الناس العاديه او المدنيه ان هي تصلح نفسها عشان تقدر تواجه الاقتحامات اللي ممكن تحصل على المناطق بتاعتهم من الميليشيات او من قوات الدعم السريع. يعني منطقه الجنينه دي مات في يوم واحد اكثر من 70 واحد، وده رقم مش دقيق، ممكن يكون في اكثر، لكن في صعوبه في جمع المعلومات في وقت زي ده. فاشتعال الوضع في دارفور ده في خطر على السودان وعلى الدول المجاوره للسودان او المجاوره لاقليم دارفور، لان اقليم دارفور بيجاوروا 4 دول، فموجود في الغرب ليبيا وتشاد، ومن الجنوب جنوب السودان وافريقيا الوسطى. في حاله تفجر الوضع في اقليم دارفور معناه في نزوح اعداد كبيره للدول دي، ده غير اصلا الناس الموجوده عندهم ونازحين من الاول. وبرضه يا سيدي في خطر على السودان، لان زياده حده الاشتباكات في اقليم دارفور ده ممكن يرجع الكلام على قصه تقسيم، وده اخطر حاجه على السودان. لكن ان شاء الله ما نوصلش للمرحله دي. لكن نيجي للسؤال المهم، هو ممكن حميدتي يلجأ للمنطقة بتاعته الأصلية في حالة هزيمته من الجيش في الخرطوم؟ شوف يا سيدي اقليم دارفور في قبيلة معارف حميدتي ومعقل لقوات الدعم السريع، لكن حميدتي في الخرطوم من الواضح الحمد لله ان هو مش في مركز قوة، وده واضح من حاجات كتير، ان هو مثلا بيهدد الشرطة ان هم لو نزلوا الشارع هيكونوا هدف ليه، فواحد بيهدد الشرطة اللي هي هدفها ان هي تحمي الناس المدنية، اكيد مش في مركز قوة او في وضع مش ولا بد. وبرضه ان هو يعني ان هو مستعد لوقف الحرب في حالة ان الجيش اعلن القصة دي، ده كلام واحد وضعه مش مستقر او في وضع مهزوز، لانه لو كان في مركز قوة اكيد كان هيكمل ويحاول ان هو يخلص على البرهان خالص. وتاريخ حميدتي معروف في دارفور، ما يعرفش الا جرائم الاباده وما فيش حاجه غلط ما عملهاش في دارفور، فاكيد مش هيكون باللين ده الا اذا كان في وضع مش مستقر. لكن في حاله هزيمه حميدتي في الخرطوم هيحاول انعاش ان هو يرجع للمنطقه الاصليه بتاعته، والرجعه دي هدفها ان هو يرتب صفوفه ويحصل على مزيد من الدعم والتعزيزات، خصوصا من الدول اللي هدفها استمرار الاشتباكات وعدم استقرار السودان، وده كله برضه هيخلي وضع السودان خطير او في خطوره على السودان.